هو الذكاء الاصطناعي هياخد مكان المصممين؟ السلام عليكم واهلا بكم من جديد. معاكم كمال وحيد. بصوا الفيديو ده هيبقى زي فضفضه، بتناقش وبفكر معاكم بصوت عالي، فممكن يكون الكلام اللي هقوله ده صح وممكن يكون غلط. في الاخر احنا بنتناقش. المفروض كنت اتكلم معاكم من شهور عن الموضوع ده، ولكن لاسباب ما معرفتش ان اطلع واتكلم. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا نشوف موضوع الفيديو. كان في كذا شخص سألني من فترة وقال لي هو الذكاء الاصطناعي ممكن فعلا انه يقضي على مصممين الجرافيك او الكارير او الوظيفة بتاعتنا ولا لا؟ وقتها الصراحة بيني وبينكم كده ما كنتش عارف ارد اقول له ايه، لان كان الموضوع لسه جديد وما كناش لسه واخدين على الذكاء الاصطناعي ده. لكن لما قريت وعرفت اكتر عن الموضوع بدأ يتكون عندي رأي وفكرة، خصوصا بعد ما شفت ايلون ماسك ومارك وبيل جيتس اتكلموا عنه. من 70 80 سنة كده بدأ الذكاء الاصطناعي إنه يدخل في أعمال المصانع الكبيرة زي إنتاج الأدوية والسيارات والتلفزيونات وحاجات كتير شبه كده، ووقتها في موظفين كتير جدا استبدلوا بالذكاء الاصطناعي. وبينه وبينك كده الشركات الكبيرة أو المستثمرين همهم إنهم ينتجوا أكتر بتكلفة أقل، وده متوفر بشكل كبير جدا في ال AI أو الذكاء الاصطناعي، عكس البشر تماما. ممكن تكون إنتاجيتهم 50% من الذكاء الاصطناعي وبتكلفة أعلى كمان. خليني أقول لك إن الموبايل أو الشاشة اللي بتشوفني منها الوقتي دي فيها ذكاء اصطناعي، برامج الجرافيكس كلها فيها ذكاء اصطناعي، السمارت ووتش بالذكاء الاصطناعي، السيرش أو البحث على جوجل برضه بالذكاء الاصطناعي. نفس الكلام لما بتبحث عن حاجة على يوتيوب وتكتب بالإنجليزي بالخطأ تلاقيه اوتوماتيك ظاهر لك العنوان اللي انت كاتبه او اللي انت تقصده بالعربي. فاحنا كده كده بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي من زمان. طب ليه قلقان بقى؟ اقول لك انت قلقان ليه. علشان شفت في الفتره الاخيره مواقع بتطلع صور مانيبيليشن او تصميمات جاهزه زي ميد جيرني او ليوناردو، بتدخل لهم كي ووردز او كلمات مفتاحيه للتصميم اللي انت متخيله في دماغك، واوتوماتيك في خلال ثواني بيطلع لك التصميم جاهز. حاجه مفيش بعد كده الصراحه يعني. وفعلا الديزاين بيطلع بكواليتي عاليه جدا وحاجه خرافيه الصراحه، غير طبعا شغل الانيميشن بقى نفس الكلام. نيجي كمان للجانب الاخر من كتابه المقالات او الكونتنت، بيحضر لك حرفيا مواضيع انت ممكن تشتغل عليها ايام او اسابيع، في خلال دقايق بيطلعها لك على طول. وخلينا اصدمك واقول لك ان احنا اللي بنغذي الذكاء الاصطناعي ده. طب ازاي بقى؟ هقول لك. ده من خلال الداتا او البيانات او المعلومات اللي انت بتضيفها للذكاء الاصطناعي ده، ايا كان بقى هو على موقع ايه، بيبدا يحللها، وعن طريق الداتا اللي بتبعتها له بيكريت لك او بيديك نتيجه للي انت طالبه بالظبط. وكل مره بتديله بيانات بيتطور بشكل ملحوظ جدا وبيطلع لك تصاميم احسن من اللي في خيالك كمان. وعلى جنب كده بينه وبينكم انت متراقب من كل مواقع السوشيال ميديا اللي انت بتدخلها، عارفين انت بتعمل ايه بالظبط، وتجربتك كلها معروفه عندهم او متسجله عندهم، اللي بتبقى جزء من الداتا بتاعتك اللي في الاخر بتروح للذكاء الاصطناعي. وكنت عملت فيديو عن السوشيال ميديا بشرح فيه ازاي بياناتك بتتسجل عندهم، هسيب لك الفيديو ممكن تشوفه لو حابب. لو بصيت للموضوع من بعيد شويه هتلاقي ان كل حاجه على الانترنت متصله ببعضها، وبالتالي اي خطوه بتعملها بتغذي بيها الذكاء الاصطناعي. ولكن انا ليا نظره مختلفه شويه في الموضوع ده، شايف ان مفيش خطر على المصممين على الاقل في الوقت الحالي اللي احنا فيه، ولكن ممكن بعد 20 30 سنه مثلا الله اعلم ممكن يكون في خطر، او ممكن ان احنا نستبدل بحاجات تانية. ما فكرتش فيه انه شيء مضر على الاقل 20 30 سنه الجايين، لكن فكرت فيه كتول او اداه بتوفر عليا وقت ومجهود وبتسهل عليا حاجات كتير في شغلي. كمان انا شايف برضو ان فتح فرص وظائف جديده كتير. لو دخلت مثلا على فايفر او فريلانسر او اي موقع عمل حر هتلاقي موجود فيه في الخدمات انه مطلوب مثلا مقالات، مطلوب محتوى عن بوستات سوشيال ميديا مثلا يعني، او تحضير كونتنت عن موضوع معين. انت بكل بساطة هتدخل تقدم على الوظيفة، ولو اتقبلت فيها في مواقع كتير تقدر تكتب من عليها المقالات او المواضيع دي، واشهرهم طبعا شات جي بي تي. الموضوع مش بالبساطة دي، في كام خطوة بتعملها كده علشان تعرف تتعامل مع المواقع دي، ولكن انا بديك مثال وبستخدمه في حاجات كتير في حياتي، زي مثلا انه يدينا افكار للفيديوهات، او يظبط لي الصوت، يشيل مثلا النويز او اللغوشه اللي في الصوت، او مثلا لو بصمم لوجو بعمل عليه سكتش مبدئي اعرضه للعميل، وده بيوفر وقت كتير عن الاول. دي كلها ادوات بتساعدني في شغلي، ولو تعمقت اكتر في موضوع الاي اي ده هطلع ادوات تساعدني اكتر. فليه انت كمان ما تعملش كده؟
بص هقولك على حاجه، فكر في الوقت، في الحاضر، في الوقت اللي انت فيه ده، طور نفسك مع اللي بيتطوروا، وما تفضلش تقول انا مستقبلي بيضيع، طب انا بكره هعمل ايه، احنا كده بننتهي، وتفضل تصيح. في الاول وفي الاخر الموضوع ده كله المتحكم فيه الشركات الكبيره والضخمه، شايفين ان الذكاء الاصطناعي ده حاجه ظريفه كده وبتساعد وبتسهل علينا، لكن في لحظه معينه كده ممكن الشركات الكبيره دي تحط ليميت او حد معين للذكاء الاصطناعي ده. ممكن، الله اعلم، لان كده ممكن الذكاء الاصطناعي يتعدى على الشغلانه اللي هم اصلا بيجوا منها فلوس. بس هقول لك على حاجه، خليك في الاخر مقتنع ان الارزاق على الله، ده مبدئيا، لان الرزق بايد ربنا، فمهما حصل مش هتاخد غير رزقك. خليك مؤمن بده، وابدا من الوقت حالا انك يبقى عندك مهارتين ثلاثه عن الذكاء الاصطناعي، او على الاقل يبقى عندك خلفيه عنهم، ممكن تقدر تشتغل بيهم في المستقبل او تشتغل بيهم الوقت، ليه لا؟ وكنت سمعت مهندس احمد ابو زيد صاحب قناه دروس اونلاين، طبعا بديله كل التحيه من هنا، كان بيقول كلما زادت مهاراتك كلما زادت قيمتك. يعني كل ما هتتعلم مهاره مختلفه او مهاره معينه كل ما الناس هتحتاج لك. فابدا من الوقت يا صديقي وان شاء الله خير، وما تقلقش، وسيبك من اللي بيقول لك الذكاء الاصطناعي هياخد مكان المصممين والكلام اللي احنا بنسمعه ده، وقوم بقى كده شوف اللي وراك. صحيح، استنى قبل ما تمشوا ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولو حابين نشوف شغل بعض وناخد اراء بعض في الشغل هسيب لكم جروب تليجرام في الوصف. اتمنى تكون استفدت من موضوع الفيديو، تكون الفكره فعلا وضحت لك، ولو استفدت من موضوع الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان الفيديو ينتشر ويوصل لناس اكتر، واشتراك هنا على القناه علشان اشوفك الفيديو الجاي. كان معكم كمال وحيد، وسلام. نقفل بقى الفيديو ده بقفله مختلفه المره دي.